عمرك حسيت انك عايز تذاكر بس مفيش حماس المذاكره، او حسيت انك مش عايز تذاكر اصلا؟ بتفضل قاعد على الموبايل كتير جدا، ولما بتقعد علشان تذاكر بتعمل اي حاجه غير ان انت بتذاكر، وفي الاخر بتقفل الكتاب وبتقوم. كلنا بنمر بالفتره دي في وقت من الاوقات، فتعالوا اقول لكم ازاي برجع شغفي للمذاكره. اعملوا الاجواء اللي بتحسوا ان انتوا مستريحين وانتوا بتذاكروا فيها. مش شرط ان انتوا تكونوا قاعدين على مكتب، ممكن تقعدوا على اي ترابيزه وتحطوا عليها ادواتكم، ممكن تفتحوا اضاءه انتوا بتحبوها، ممكن تولعوا شمعه انتوا بتحبوا ريحتها وانتوا بتذاكروا، ممكن كمان تعملوا مشروب انتوا بتحبوه. اهم حاجه يكون المكان هادي ومترتب علشان تعرفوا تذاكروا. ابعدوا المشتتات وابدأوا. دايما لما بنقعد على الموبايل بنفضل نقول 5 دقايق وهنقوم نذاكر، 3 دقايق وهنبدأ مذاكرة، لما الساعة تيجي 4 بالظبط هنذاكر، وفي الآخر بنفضل قاعدين على الموبايل ومش بنعمل حاجة، والحاجة اللي نكون عايزين نعملها بتروح علينا والوقت بيضيع وبنقفل الكتاب وبنقوم. فأهم حاجة قبل ما نبدأ مذاكرة نشيل الموبايل على جنب ونبتدي وخلاص، يعني ما نستناش أي ظروف معينة إن هي تتوفر، ونحاول دايما إن احنا نستغل كل دقيقة في يومنا. ولو هنشوف فيديو شرح من على يوتيوب او منصة، يستحسن ان احنا نشوفه في موبايل غير موبايلنا علشان ما يكونش عليه الحاجات اللي احنا بنحبها والحاجات اللي بتشتتنا، فممكن نستخدم اي موبايل قديم عندنا او موبايل حد تاني من الاسرة. جربوا طرق جديدة ومختلفة ممتعة للمذاكرة زي طريقة البومودورو، دي بتخليكم تذاكروا 25 دقيقة وتاخدوا 5 دقايق بريك في النص، ودي حلوة جدا للناس اللي مش بتحب تفضل مركزة في الحاجة فترة طويلة مرة واحدة. وجربوا الحاجات اللي بتشوفوها على تيك توك او بنترست للمذاكرة، زي ان انتوا تجيبوا كوباية وتملوها تلج وتفضلوا تذاكروا لحد ما التلج اللي في الكوباية يسيح. اتأكدوا ان انتوا فاهمين اللي انتوا بتذاكروه، لان ساعات عقلنا بيوهمنا ان الحاجة دي سهلة وان هي خلاص مفهومة، ولكن في الحقيقة احنا ممكن نكون مش فاهمينها. فاهم حاجة ان احنا نشرح لنفسنا او لحد من صحابنا، وهنعتبر هنا ان سبونج بوب حد من صحابنا. هتقعدوا تشرحوا لحد من صحابكم كانكم يعني بتكسبوا فيه ثواب، بس انتوا في الحقيقه عايزين تثبتوا المعلومه وتتاكدوا ان انتوا فاهمين. التو-دو ليست او قائمه المهام اليوميه اللي بنصحى كل يوم نكتب فيها ايه اللي ورانا من المذاكره، ولكن لو بتكتبوا التو-دو ليست بالطريقه دي فدي هتكون مصدر احباط ليكم مش انجاز. ما تكتبوش مثلا انا عايزه اذاكر النهارده فلسفه وعربي وعلوم وتسيبوا كده بقى الدنيا مفتوحه قدامكم. الاحسن ان انتوا تقسموا كل مهمه كبيره لكذا مهمه صغيره. فانا مثلا عايزه اذاكر فلسفه، اكتب انا عايزه اذاكر ايه في الفلسفه، يعني مثلا عايزه اذاكر الدرس الاول، اشوف فيديو الشرح وبعدين اذاكره وبعدين احل. فكده لما اخلص كل مهمه صغيره هحس ان انا عملت انجاز، مش هحس ان المهمه كبيره قدامي. تاني حاجة ان احنا نقسم التو-دو ليست بتاعتنا على حسب الاولويات. فمثلا اللون البينك يعني الحاجة دي ضرورية، اللون الاخضر يعني الحاجة دي مش ضرورية النهاردة، واللون الاصفر لو حاجة يفضل اعملها النهاردة بس لو ما اتعملتش النهاردة عادي هعملها بكرة. وببتدي بقى ان انا كل حاجة اقسمها بالطريقة دي علشان اعرف انا هبتدي بايه النهاردة. فاحنا طبعا دايما بنبتدي بالحاجات الضرورية، وبعدين الحاجات اللي يفضل نعملها، واخر حاجة الحاجات الغير الضرورية لو اتبقى لها وقت. كده احنا اول حاجة قسمنا المهام بتاعتنا لمهام صغيرة وحسينا ان هي اسهل بكتير علينا. تاني حاجة ان احنا كمان عرفنا احنا هنبتدي بايه، بدل ما نبتدي بحاجة سهلة وبعدين نسيب الصعب في الاخر ويطلع ملهوش وقت، او نذاكره واحنا خلاص ما عندناش طاقة وطاقتنا خلصت. الخرائط الذهنية والملخصات اللي انتوا بتكتبوها وبتعملوها بنفسكم بتساعدكم ان انتوا تذاكروا الدرس اسهل بكتير، وكمان لو عايزين تراجعوا عليه بتراجعوا عليه اسهل، لان الملخص ده انتوا اللي عاملينه بايديكم. والملخصات مش عبارة عن انتوا تنقلوا الكتاب في الورقة، لا انتوا تكتبوا بطريقتكم انتوا وباسلوبكم انتوا وازاي فهمتوا الحاجة دي وتشرحوا لنفسكم فيها. جربوا تطبيقات المذاكرة وتنظيم الوقت، واول واحد هو نوشن. ونوشن مش بس بتنظموا عليه دراستكم ووقتكم، انتوا ممكن تنظموا عليه حياتكم كلها. تكتبوا بقى خططكم الجاية، خطط السنة او الشهر او الاسبوع او حتى اليوم. ممكن كمان تنظموا عليه شغلكم او جامعتكم او اي حاجة انتوا عايزينها. هو زي بلانر بس بلانر الكتروني، يعني بدل ما بتمسكوا ورقة وقلم لا انتوا ممكن تعملوه على الموبايل او على الكمبيوتر. وممكن تستخدموا قوالب جاهزة من على نوشن بيكون فيها المخططات اللي انتوا شايفينها دي، او ممكن انتوا تعملوا القوالب بتاعتكم بنفسكم وتحطوا فيها الالوان والرسومات اللي انتوا بتحبوها، وتقدروا تتعلموا ازاي تعملوا القوالب بتاعتكم من على اليوتيوب. تاني ابلكيشن هو ابلكيشن فورست، والابلكيشن ده عبارة عن انتوا بتختاروا شجرة تزرعوها، وبتختاروا الوقت اللي انتوا عايزين الشجرة دي تنمو فيه، مثلا 40 دقيقة، وبتفضلوا في ال 40 دقيقة دول تذاكروا. ولو استسلمتوا في النص ترجع الشجرة بتاعتكم تاني من الزيرو، يعني لو خلاص عملتوا جيف اب وهتمسكوا الموبايل وهتطلعوا من البرنامج الشجرة بتاعتكم هترجع زيرو زي كده. بس لو كملتوا ال 40 دقيقة الشجرة بتاعتكم هتطلع. ولطيف في الموضوع ان انتوا ممكن في الاخر تعملوا غابة من ساعات المذاكرة بتاعتكم، فبجد الفكرة دي لذيذة جدا. الابلكيشن اللي بعد كده هو جوجل كالندر، والابلكيشن ده حلو جدا، انتوا تقدروا تنظموا عليه يومكم او الاسبوع او 3 ايام او شهر. انا بنظم عليه باليوم، وبيقسم اليوم كده على هيئة فترات. فمثلا انا من الساعة 1 لحد الساعة 1:30 هكون بذاكر المادة الفلانية، بعدين من الساعة كذا للساعة كذا باخد استراحة. وممكن انظم بيه اليوم كله حرفيا واحط حتى ساعات النوم بتاعتي، ولكن انا ما بحبش بصراحة ان انا اقيد نفسي قوي كده، لان برضو خلوا بالكم ان التنظيم الوقت على قد ما هو حلو مش دايما بيبقى حلو لو احنا قيدنا نفسنا بيه. فانا بنظم فيه ساعات المذاكرة والاستراحة وبس.
وتقدروا ترتبوا فيه يومكم من بالليل قبل ما تناموا. مش هياخد معاكم 5 دقايق وهتصحوا تبدأوا على طول. وبس كده، اتمنى يكون الفيديو شجعكم وحمسكم، ويلا دلوقتي قوموا ذاكروا، وصدقوني هتحسوا ان انتوا احسن بكتير من الاول. واستنوا الفيديوهات الجايه. باي.